ركزوا معايا شوية. كتير بتجيلي رسايل: أصل مش قادر أحرم ولادي من مراتي النرجسية، أو مش قادرة أحرم ولادي من أبوهم النرجسي. خلي بالك، لما تكون جايب كرتونة فاكهة، أيا كانت بقى الفاكهة دي إيه، كمثرى، تفاح، مانجا، أو حتى كاكا، وكانت الكرتونة دي ثمرة فاسدة ومزودة، سواء بقى كلها أو حتة منها، حتى أغلب الثمرة دي فاسد، كل الثمار اللي حواليها كلها ولازقين فيها لازقين فيها، مع الوقت هيفسدوا ويعطبوا ويبقوا غير صالحين للأكل أو حتى للجواز. فاهمني طبعا. والثمار اللي في الكرتونة الأبعد جوه نفس الكرتونة، اللي أبعد من اللي لازقين الثمرة الفاسدة، هي اللي هتبقى صالحة وممكن إن هي تتاكل وتتجوز. كذلك حياة ولادكم مع النرجسيين والنرجسيات. كل ما ولادكم هيبقوا معاهم لازقين فيهم هيطلعوا ولد أو بنت معقدين ونسبة كبيرة نرجسيين. بتطلعوا شخص لا يصلح للجواز ولا العشرة، وشخصية فاسدة فاشلة، شيطان من شياطين الإنس، شخص فاسد. ولا النرجسي أب ولا النرجسية أم. فوقوا علشان هتتحاسبوا على استمراركم قدام ربنا. وديها للي مستني.